هنتكلم النهاردة عن الخناقة اللي حصلت بين كارفاخال ولاعبين السيتي، ولكن قبل كل ده منساش تعمل لايك للفيديو بتاعنا وتشترك عندي في القناة. زي ما شفنا طبعا ريال مدريد بدأ بهدف أول، وبعد كده حصل التعادل عن طريق دي بروين لنادي مانشستر سيتي، والمباراة كانت قوية جدا. السيتي قدر يستحوذ على المباراة، ولكن آخر نص ساعة وآخر 25 دقيقة في الشوط الثاني قدر ريال مدريد يستحوذ على المباراة بأكملها لإحراز الهدف الثاني عشان يعزز موقفه في ماتش العودة في أرض الاتحاد في مانشستر سيتي. مباراة كانت قوية جدا بين الفريقين، ولكن كان في مشادات كده بين اللاعبين وبين كارفاخال وجريليتش. جريليتش طبعا بعد الكلمات البذيئة اللي بيوجهها لكارفاخال والضرب من تحت لتحت كده، ولكن كارفاخال قدر يمسك نفسه، وبرضه كارفاخال بيحاول يتلاعب بجريليتش بكلمات برضه نفس النظام من ورا الحكم، بحيث ان يكون في اي رد فعل من لاعب جريليتش. ولكن اللاعبين كانوا اذكياء جدا وما قدروش يعملوا اي حاجة علشان الطرد، ولكن برضه كان في مشادات بعض اللاعبين واغلبهم كارفاخال. منساش تعمل لايك للفيديو بتاعنا وتشترك عندي في القناة.